كنت قاعد بتفرج على الكابتن احمد حسام ميدو في البرنامج بتاعه، وسمعته بيقول تصريحات خطيرة جدا. كلام عن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، وكمان كلام عن رئيس الزمالك الحالي، وكمان كلام عن رئيس الزمالك القادم، واهم ما في الموضوع كلام عن القضية اللي بيقدمها الزمالك للفيفا. تصريحات خطيرة جدا من الكابتن احمد حسام ميدو. هنتكلم في كل حاجة، بس كالعادة قبل ما نبدأ في اي حاجة يا ريت اي حد بيتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناة، صدقني والله فايتك كتير قوي. وبتمنى من كل اللي بيتفرج عليا ان انتوا تطيروا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، عشان هو ده الداعم الوحيد لاي صانع محتوى. يلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. الكابتن احمد حسام ميدو في البرنامج بتاعه الخاص اعلن ان مجلس اداره نادي الزمالك بعت جواب رسمي لوزاره الشباب والرياضه، وبيطلبوا منهم ان هم اللي يعينوا رئيس نادي الزمالك الحالي ويرفع عنهم الحرج، وهم اللي يعينوه بمعرفتهم، يعني هم اللي يختاروا رئيس نادي الزمالك لحد طبعا ما تتعمل الانتخابات بشكل رسمي تقريبا في شهر 7. ودي كانت حاجه طبيعيه او شيء متوقع يعني، بس ده طبعا معناه ان فعليا المستشار مرتضى منصور ما بقاش موجود في نادي الزمالك. وده بقى ياخدنا للتصريح التاني الاهم، ان المستشار مرتضى منصور منتظر قرار وزارة الشباب والرياضة عشان يشوف ايه اللي هيجرى في الساحة الرياضية في الزمالك، عشان يقرر ان هو يبعت شكوى للفيفا لانه اتعزل بتدخل حكومي. وده طبعا بيوقف النشاط وهيعمل مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. والحتة دي بصراحة هنقف عندها شوية وهنتكلم في نقطتين مهمين قوي. اول حاجة انه لسه ما بعتش، لسه بينتظر وبيشوف الوضع هيرسى على ايه، اذا انه بيضغط بيهدد، انما لسه ما بعتش. النقطة التانية بقى ودي الاهم بالنسبة لي بصراحة، هو بس الفكرة اللي احنا هنبعتها للفيفا هو ان المستشار اتعزل بشكل او تدخل حكومي. امال احنا انسحبنا من السوبر ليه؟ وليه مش هنبعت للفيفا ان احنا اتظلمنا وعشان كده اتسحبنا من السوبر؟ وليه مش هنبعت عن سباب شيكابالا زي ما قلنا؟ وليه 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 وليه؟ يبقى كل ده زي ما قلت في فيديو قبل كده ما كانش ليه لازمة. ليه نكبر المواضيع ما دام احنا في الاخر مش هنعمل حاجة، ما دام احنا هنكمل في الدوري وفي الكاس ولا اي حاجه هتحصل بعد كده؟ في الاخر الفكر كله في شكوى ان المستشار اتعزل بشكل او تدخل حكومي. يعني حقوق نادي الزمالك محدش ذكرها في الاخر، اللي هو انا اتظلمت في اكتر من حاجه. طب محدش ليه افتكرها؟ الفكر كله ان المستشار اتشال بتدخل حكومي بس. وطبعا انا كنت متوقع الموضوع ده، وكنت اتكلمت فيه في فيديو قبل كده وقلت لو احنا فعلا مش هنعمل حاجه يبقى ما كانش ليه لازم نكبر الموضوع ولا كان ليه لازم نعمل اي حاجه. سلام.